بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شاب من المغرب متزوج من امرأة كندية الأصل دخلت في الإسلام بفضل الله وأنجبت معها طفل، والبلاد الأجنبية كثيرة المشاكل، وهو يفكر في إرسال ابنه إلى المغرب وهو الآن عمره عامان من أجل تعلم العربية. هل هذا جيد؟ الجيد أن تنتقلوا جميعا إلى أن تعيشوا في بلاد المسلمين، وعلى أي الأحوال لا أقل من أن ترسل الولد. إلى بلاد المسلمين لتعلم العربية والاقتراب من القرآن، لأن نشأته في هذه السن المتقدمة في وسط المجتمع الجاهلي خطر كبير.